فريق الجولة اخترنا 3 فرق للجولة هاي للأمانة. شباب الأهلي اللي قدر أن ينتزع الصدارة من ملعب الوصل بهدفين مقابل هدف ويقدم شكل فني مميز جدا جدا صحيح. جدا صراحة. والأهم من هذا كله شهدنا تألق المجموعة وليس فقط لاعب واحد، المجموعة كلها متألقة، المنظومة للأمانة كلها متألقة من مدرب وجهاز فني ولاعبين وإدارة وجمهور حاضر في المباراة بشكل كبير. للأمانة شباب الأهلي منظومة متكاملة يستحق حاليا في الفترة الحالية، يستحق الصدارة، والصدارة تستحق شباب استمرارية الأهلي في الأداء وفي النتائج وفي الصدارة. ثاني الفرق كابتن عبد الباسط اللي هو دبل فجيرة. دبل فجيرة أكيد يعني مثل ما قلنا أنه قدر ينتزع فوز مهم من ملعب النصر بامكانيات قليله، بمستوى يعني بتماسك دفاعي، قدر يطلع بكلين شيت، يعني وقدر الهدف في الدقيقه 15 حافظ عليه لغايه نهايه لكن المباراة. قدر يحافظ عليه. يعني الحالات الفنيه اللي ذكرناها انه كان في تماسك في الخطوط، المدرب لعب 5-3-2 لكن قدر انه يتماسك الفريق لغايه اخر لحظه، وفوز مهم جدا 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 لدبا، ويفترض انه يكون دفعه معنويه كبيره لدبا الفجيره. عندنا ثالث المتألقين في هذه الجوله فريق الشارجه، تكامل اداء، تكامل نتائج، رضا كامل على الفريق خلال الجولة الماضية 4-0 بعد ما كنا نقول، والمأخذ الوحيد على كوزمن أنه يلعب بأسلوب دفاعي. لا علي يعني سيطرة كاملة. صحيح أنه صار في حالة طرد لكن الشارجة فرض سيطرته بشكل كامل، وقدر أنه ياخذ كل اللي يريده، كلين شيت، عودة عادل الحسني، صحيح. تسجيل 4 أهداف، أداء راقي من بيانيتش وعودته بشكل كبير. الداهية كوزمن فعلا قدم مباراة استثنائية، مباراة كبيرة. وقبل المباراة كان الناس تقول أنه ممكن كلبه بسبب تطوره في الفترة الأخيرة أنه ممكن يكون عائق ويشكل خطورة أو يخرب على الشارجة في مسألة لحق الصدارة، لكن الشارجة خذ كل اللي يريده من المباراة، فيستحق أن يكون أحد نجوم الجولة.